بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمعي اون سبورت في كل مكان، وحلقه جديده من 1 2 معاكم حازم امام من 2 ل 3، وبنتكلم دايما عن الكوره. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تبقى احلى من السنه دي، ويا رب السنه الجايه 21 تكون اهدى علينا من السنه اللي فاتت. طبعا كل حاجه حلوه الحمد لله، ما ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى يا رب نلاقي الفاكسين للكورونا، زي ما احنا بنسمع عن فاكسينز كتير طلعت، لكن ما نعرفش لسه يعني مدى يعني تأكيدهم بشكل او باخر. اشاعات كتيرة جدا، مش عارفين ايه الصح وايه الغلط، لكن ناخد بالنا من نفسنا، ناخد بالنا من صحتنا. احنا في البيك، يعني احنا في الذروة زي ما بيقولوا، فناخد بالنا من نفسنا. ان شاء الله رب 2021 تكون سنة خير على مصر وعلى علينا جميعا، وكل اللي محققش حاجة في 20 يحققها في 21. وعلى المستوى يعني الواحد يتمنى ان شاء الله البلد بتاعتنا كده، مصر الجميله، انها تفضل حلوه وتفضل قويه وتفضل جامده وتفضل الناس كلها بتحب بعض فيها، وان ان شاء الله نبقى دايما في احسن مكان زي ما احنا موجودين. و ونحافظ على بعض كمصريين، ونحاول دايما نساعد بعض زي ما احنا بنشوف. فعلى المستوى الرياضي ان احنا نشوف تنافس رياضي شريف محترم جميل، نحب نتفرج عليه على مستوى كل الالعاب وليس كرة القدم فقط. نشوف ابطال مصريين يطلعوا زي ما 2020 كان فيها ابطال كتير شرفونا على مستوى وعلى جميع مجالات الرياضة وليس كرة القدم فقط، في مجالات كتيرة جدا جدا. وهنعمل ان شاء الله حلقة كده يعني نتكلم فيها عن 2020 وايه اللي حصل فيها الاسبوع الجاي باذن الله، عشان يبقى ختام للموسم وختام للعام باذن الله. ان شاء الله يكون ختام هنقول فيه ايه إيه الحياة الحلوة اللي حصلت. مش هنتكلم كتير على السلبيات، لكن دايما نتكلم على الايجابيات. فالسنة الجاية ان شاء الله باذن الله كمان يبقى فيها ايجابيات كتيرة، ويكون فيها حاجات كتيرة كويسة، ونحاول نقلل من السلبيات، ونحاول نتكلم دايما عن الحاجات الكويسة في مصر اللي بتحصل، لان في حاجات كتيرة كويسة ولازم نلقي الضوء عليها. وفي ناس كتيرة نجوم وابطال حققوا حاجات كتيرة جدا، وهيحققوا ان شاء الله حاجات كتير باذن الله. طيب، امبارح كان في ماتشات طبعا في الدوري المصري، ويمكن تكمله او بدايه الاسبوع الخامس. كان امبارح واول امبارح الاسماعيلي بيفوز على اسوان، فوز مهم جدا للنادي الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي ما ذاقش الفوز غير امبارح، وده مهم جدا من اول امبارح يعني، وده مهم جدا بالنسبه له. ماتش حلو قوي. يمكن محمد صادق جاب جون عالمي عالمي، الجون التاني جون حلو قوي قوي قوي. اسوان هزيمه ثالثه تقريبا على التوالي بعد اول فوزين في الدوري، لكن يرجع 3 ماتشات ورا بعض بيخسر. بيخسر ورا بعض. يمكن يعني ده قلل فرصه شويه، وبعد ما الناس قالت حصان اسود ابتدت الامور ترجع لاسوان شويه للمركز السابع ب6 نقط زي ما هو طبعا، لكن من 5 ماتشات فوزين و3 هزايم. وبعدين الجونه بيفوز على المقصه، والجونه مع رضا شحاته بصراحه. دايما لو يعني حد متابعني في البرنامج هنا او حتى في اون سبورت، اون تايم سبورت يعني، بيلاقيني دايما بتكلم على رضا كويس، ان انا بشوفه. مش بتكلم عليه كويس يعني ان هو صاحبي، بتكلم عليه كويس ان هو بيجتهد وبيشتغل على نفسه، وانه من السنه اللي فاتت واللي قبليها لما كان مدرب عام ومساعد وبياخد الفرصه لوحده ماتش او ماتشين كان بيبان ان هو مدرب كويس. حسام الزناتي لما مسك الفرقه السنه دي جاب رضا شحاته وقال له انت هتبقى مدرب الفريق والمدير الفني، والراجل من اول 5 ماتشات كسب 3. ممكن السنه اللي فاتت كلها انا مش فاكر يعني، لكن هتلاقي جونه كسب 6 7 ماتشات بالكتير في السنه كلها، ممكن اقل كمان. فبرافو رضا شحاته، برافو المدرب. عندنا مدربين مصريين صغيرين كويسين. ويمكن تصريحات رضا بعد الماتش يعني كويسه، شكر اللعيبه اصرارهم على الفوز. ويمكن المقصه ضيعت الشوط الثاني كورتين سهلين جدا، لكن اصرار فرقه الجونه بصراحه في ملعبها انها تطلع بنتيجه اللقاء كانت حاجه كويسه جدا. زي ما بيقول كمان 5 ماتشات كسب لعبناهم. الفوز كان مهم، كسبنا 3 تعادلنا 2، ما خسرش ولا ماتش، نتيجة كويسة جدا. فبالتوفيق للجونة، طبعا عمل ماتش كويس. وهارد لك للمقصة اللي يعني كابتن ايهاب جلال بيشتغل باقل الامكانيات. اللعيبه كتير قوي مشيت، لعيبه كتير قوي سابت الفرقه، وهو باللعيبه اللي موجوده بيحاول كسب يعني ماتش. ولكن طبعا انا شايف ان المقصه هتعاني السنه دي معاناه شديده. المقصه لعب 5 ماتشات، كسب 1 وتعادل 1 وخسر 3. طبعا يعني في لعيبه كتير مشيت وفي لعيبه كتير كويسه موجوده، بس انا بشوف ان المقصه لا هتاخد وقت شويه على بال ما ترجع لوقت لشكلها الطبيعي يعني.
امبارح برضو كان المقاولين مع البنك الاهلي، والمقاولين بيكسب 2-0، والمقاولين كان في حاجه شديده جدا للفوز بعد 3 هزايم على التوالي، ففوز مهم جدا للنادي المقاولين، بيرجعوا تاني للتراك الصحيح. المقاولين في المركز قبل الاخير ب3 نقط. طبعا في المركز الاخير دلوقتي طلائع الجيش بنقطه واحده من 4 ماتشات، تعادل 1 و3 هزايم. امبارح برضو المصري بيفوز على غزل المحله، وفوز مهم جدا للمصري، بيطلعوا المركز الثالث، وتاني فوز ليه وفوز مهم على نادي المحله. المحله امبارح بصراحه ما عملتش حاجه انها تكسب، يعني خلينا نتكلم كفنيين زي ما بيقال كده، بس المحله امبارح ما عملش حاجه انه يكسب، على الرغم ان المصري اتطرد منه جريندو في الدقيقه تقريبا 66، لكن برضو بعد حاله الطرد المصري كان احسن، وقدر انه يجيب جون وهو 10 لعيبه، حاجه طبعا يعني. والمحله كان رد فعلها ضعيف جدا جدا، المصري كان احسن، وعمر عبد الواحد جاب جون حلو جدا، ولعب في حته جديده عليه رقم 10، لكن لعبها كراس حربه تاني، ويمكن كان هو اخطر لعيب امبارح في الماتش، وهو ورفعت بصراحه من اللعيبه الكويسه جدا جدا. رفعت امبارح برضه عمل ماتش كويس جدا، وعمل الاسيست بشكل رائع. وفوز مهم وفوز مستحق للنادي المصري. عايز اقول لكم الجونه السنه اللي فاتت كسبت في السنه كلها في ال 34 ماتش 10 ماتشات وخسر 17 ماتش. الجونه دلوقتي لعب 5 كسب منهم 3، فاعتقد انه ماشي بشكل كويس. اقول لكم شويه اخبار سريعه كده في اللينك الاولاني. عاشور وعطوه الف سنه طبعا على حسام عاشور، كابتننا وكابتن النادي الاهلي ونادي الاتحاد، تعور تعويره جامده وعمل عمليه في وشه، وشفنا الاصابه كانت قويه جدا والخبطه كانت جامده جدا. هو ومحمد عطوه دخلوا مع بعض، لكن هينتظموا ان شاء الله الاثنين باذن الله قريب، وهيلعبوا الماتش الجاي. ماتش عندهم ماتش مهم جدا مع طلائع الجيش يا جماعه الاسبوع ده، هيبقى ماتش صعب جدا، الاثنين لازم يكسبوا. وبرضه من الاخبار خلينا نطلع لانجلترا شويه، لان ابتدت الامور في الدوري الانجليزي تبوظ شويه. امبارح تاجل تاني ماتش توتنهام مع فولهام، كان قبلها بيوم كان مانشستر سيتي تاجل، ويمكن توتنهام وفولهام لما تاجل شفنا امبارح على الانستجرام بتاع مورينيو حط صورته وهو قاعد مع اللعيبه وجايب وكاتب بيقول احنا ناقص لنا ساعتين على الماتش ومش عارفين هنلعب ولا لا، وكاتب ده احسن دوري في العالم، يعني تريقه على الدوري الانجليزي، مش عاجبه يعني ان هو مش عارف هيلعب ولا لا لغايه فاضل ساعتين على الماتش. وجابوها على تويتر وجابوها على كل حاجه، يعني هم كانجليز تخيلوا، يعني اللي احنا بنشوف ان الدوري الانجليزي ده اقوى حاجه في العالم وفي النظام وفي الالتزام، مورينيو بيتريق ان هو ناقصه ساعتين ومش عارف هيلعب ولا لا. فيا جماعه الكورونا يعني بتخلص على الناس كلها، وبتخلي الناس كلها مشوشه ما تعرفش هتلعب ولا لا، وده يمكن اللي خلى في ماتش زي ما قلت لكم. واصدر توتنهام بيانا رسميا على موقع الكتروني ان مباراتنا ضد فولهام المقرر اجراءها مساء اليوم على امبارح يعني قد تم تاجيلها، وان رابطه الدوري الانجليزي ابلغتنا بالقرار اليوم حيث طلب فولهام التاجيل بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه وموظفيه. الماتش اللي قبليه بقى ماتش ايفرتون مع توتنهام مع مانشستر سيتي، وبرضه مانشستر سيتي طلب ان هو يتاجل ماتشه لان عنده لعيبه جالها كورونا كتير. وزي ما قلت لكم مورينيو كان انتقد تاخر الاعلان الرسمي عن تاجيل المباراه، وزي ما قلت لكم قام بنشر فيديو عبر الحساب الرسمي على موقع لحل لاعبيه في مقر سبيرز قبل المباراه المرتقبه، وقال لك هو ده احسن دوري في العالم. رابطه الدوري الانجليزي او البريمير ليج اعلنت المساحات الخاصه بالفتره بين 21 ديسمبر وحتى 27 ديسمبر اسفرت عن تسجيل 18 اصابه كورونا، وهو اعلى منذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي. ده يمكن خلي بالكم خلى في مناطق تانية زي ليفربول مثلا تنتقل، كانت في المستوى الثاني وكانوا ابتدوا يدخلوا جمهور، نقلوها للمستوى الثالث وما بقاش في جمهور. يعني لو شفت ماتش امبارح هتلاقي ما فيش جمهور، وكان بيلعب مع كريستال الماتش الجاي مع ليفربول في ليفربول مش هيبقى فيه جمهور، كان في ابتدى يدخلوا 2000 3000 واحد بيقعدوا ورا الجمهور كده ورا الجون. خلاص ليفربول بعد ما انتشر تاني الكورونا في ليفربول بشكل كبير رجع تالت، ومش هيبقى موجود جمهور تاني لغايه بقى ما يحددوا بعد كده ايه الاخبار. ده طبعا شبكه سكاي هي اللي بتقول الكلام ده، وان مدينه ليفربول انتقل من المستوى الثاني الى المستوى الثالث. كان المستوى الثاني ده ممكن تدخل 2000 مشجع في الملعب، بس بعد تفشي الوباء ودوه للمستوى الثالث اللي هو عدم وجود جماهير. ولو تعرفوا يعني الحكومه الانجليزيه قسمت البلاد ل4 مستويات عشان تبقى تمهد لحضور جمهور مباريات. الانديه المتواجده في القسم الاول يسمح لها بالحضور مباريات بواقع مقابل 2000 مشجع للمستوى الثاني، اما انديه القسمين الثالث والرابع فممنوع فيهم الحضور الجماهيري. ده على مستوى البريمير ليج، يعني اللي في المستوى الاول يدخل 4
في المستوى الثاني يدخل 2000، المستوى الثالث والرابع يعني معناها بشكل كبير، فهيبقى صعب انك تدخل جمهور. وده اللي حصل في ماتش مانشستر سيتي مع ايفرتون، وزي ما قلت لكم ماتش امبارح كمان توتنهام مع فولهام، الاثنين حصل فيهم نفس الكلام ده. يمكن بعديها امبارح بالليل طلع كلام من مانشستر سيتي ان خلاص فتح الماتشات تاني او التدريبات تاني بشكل طبيعي، ولم يسجل مانشستر سيتي اي اصابات جديده بين لاعبيه ليعيد فتح مقراته تاني ويتمرنوا تاني الفرقه بشكل طبيعي. كان اجلوا التدريبات لمده يومين، وكان مانشستر سيتي اعلن اصابه 5 لعيبه ماتش ايفرتون، عشان كده خاف ان يعدي الناس وقال لك احنا نخاف ان احنا نعدي لعيبه ايفرتون، فبلاش الماتش وتاجل فعلا الاسبوع اللي فات. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام على اون سبورت اف ام 93.7. وكان في يمكن قرار من قرارات اللجنه الثلاثيه باتحاد الكوره بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، شفنا 2003 و2006، واعاده تشكيل منتخب الشابات او الناشئات يعني، والمنتخب الاول للسيدات. واتكلم طبعا في موضوع السيدات ده، بس خلينا الاول نروح ل 2003 و2006. 2006 طبعا كابتن مؤمن سليمان مدير فني السابق لنادي الزمالك، ومعاه مؤمن عبد الغفار ومعاه عصام عبده ويوسف طاهر مدرب حراس المرمى. 2003 الكابتن محمود جابر كابتننا الكبير طبعا، وكرم مرسي ومدرب عام، وحمدي حمدان مدرب، وايهاب جلال مدرب لحراس المرمى. خلينا ناخد على التليفون كابتننا كابتن محمود جابر. مساء الخير يا كابتن محمود. مساء الخير يا كابتن. ازاي كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازاي يا كابتن محمود، اخبار حضرتك ايه؟ الو. ايوه يا كابتن محمود، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك تمام ايه؟ تمام يا كابتن حازم، الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. نقول لحضرتك مبروك على تولي المنتخب، لاول مره حضرتك تمسك منتخب مصر اعتقد. الله يبارك في حضرتك كابتن، دي اول مره اتولى مسؤوليه احد المنتخبات الوطنيه، وده شرف طبعا يا كابتن لاي حد، واي حد بيتمناه وبينتظره يعني. يعني حضرتك يعني اول مره فيها منتخب شباب 2003 كاس عالم، واعتقد هو الهدف اللي ان شاء الله باذن الله يعني مرجو منه باذن الله. بالظبط، هو كاس العالم في 2023 في اندونيسيا هو الاعداد ليه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن محمود، يعني حضرتك دايما مدرب يعني فرق درجه اولى، فيرست تيم الاسماعيلي، شايف الشباب وفكره منتخب الشباب سهل التعامل مع الشباب؟ اكيد طبعا في البدايات حضرتك اشتغلت مع الشباب وكده، لكن حاليا بالخبرات اللي حضرتك فيها شايف التعامل مع منتخب الشباب، اللعيبه دلوقتي، المواهب، اللي في مواهب عندنا ولا ما عندناش مواهب، شايف الموضوع ازاي يا كابتن؟ والله يا كابتن طبعا هو السن ده، بص يا كابتن، من 17 سنه اللي هو السن اللي انا توليت مسؤوليته. طبعا هي البطوله هيبقى الشباب المجموعه دي عندها تقريبا عندهم 20 سنه، وقت المنافسات هيبقى ان شاء الله. فالسن ده بدايه من 17 سنه انت بتتعامل معاه في العناصر البدنيه الخططيه وكل حاجه كلاعب فريق اول. طبعا يعني 17 سنه ده بيبدا فيه لعيبه كتير لعبت 17 سنه، خصوصا يمكن عندنا في النادي الاسماعيلي احنا عندنا احمد فتحي لعب ما كانش كام 16 سنه، ولعب حسني عبد ربه 17 سنه ونص ولعب. فالسن ده السن اللي هو اللعيب بيظهر فيه وبيبدا ينضج فيه. وبعدين بيبقى طبعا انت كمدرب، هو شغل الانديه غير شغل المنتخبات، يعني شغل طبعا الانديه بيبقى مختلف، انت بتصحح اخطاء وبتعالج بعض السلبيات عند اللعيبه، ولكن شغل المنتخبات انت اللعيب بيبقى المفروض انت بتنتقي اللعيب اللي هو كامل من النواحي الفنيه، وبتبدا انت تشتغل بقى على الاشياء البدنيه او العناصر البدنيه والخططيه. فهو السن طبعا ده انت بتتعامل معاه كشغل، طبعا كشغل فني وخططي كلاعب فريق اول، ولكن طبعا الشغل النفسي بيختلف شويه. ودي مهمتنا طبعا. وطبعا المسائل العوامل النفسيه اللي انت بتتعامل بيها مع اللعيبه، اكيد طبعا الحمد لله رب العالمين واحد عنده من الخبره انه ممكن يتعامل مع السن ده، وازاي تهيئه، وازاي تزرع فيه الطموح لانه يبقى حاجه لناديه وبعدين للمنتخب والوطن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن كلمنا على عمر جابر شويه يا كابتن، رايك في ايه الموسم ده، ماشي كويس؟ الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت كان الدور الثاني خصوصا كان مادي بشكل كويس قوي،
البطوله الافريقيه كان مأدي فيها بشكل كويس، خصوصا المباراه اللي هي السيمي فاينال، ولكن هي الاصابه اللي جات له في المباراه النهائيه يمكن حرمته شويه من المنتخب، وحرمته من بدايه الدوري في اول مباراه. والحمد لله من تاني مباراه بدأ يدخل ولعب الحمد لله، ولعب المباراه الاولى في البطوله الافريقيه برضو مع الاتحاد الليبي، وماشي بشكل كويس. يعني هم لعبوا 4 مباريات، اول مباراه ما اشتركش فيها كان بسبب انه لسه الجاهزيه بتاعته بسبب الاصابه، والثلاث مباريات التانيين الحمد لله. يمكن برضو الحمد لله اي مدرب بيجي بيبقى مقتنع بعمر، لان عمر من اللعيبه اللي هي بتريح المدربين، انه بينفذ تعليمات المدرب التكتيكيه خصوصا بشكل جيد جدا. فعمر يعني اي مدرب بيحب النواحي التكتيكيه تلاقيه بيقتنع على طول بعمر يعني. صح. طب حضرتك مدرب كبير طبعا، دايما نختلف مع عمر على عمر يلعب باك يمين ولا ديفندر، انت بتشوف ايه المكان اللي يجيد فيه عمر اكتر يا كابتن؟ هو عمر بيجيد قوي في 4-3-3 لما بيلعب يمين او شمال اللاعب الوسط المدافع. يمكن ما عمله كان موسم 2014 2015 اللي الزمالك فاز بيه بالدوري مع فيريرا، كان بيلعب في المكان ده وكان متألق فيه وكان بيروح للجون كتير. وبعدين كان لعبه فيها اللي بدأ كابتن حلمي طولان، وكان واقف في المكان ده وبدأ يروح للجون كتير وبدأ يجيب اجوان وهو في المركز ده، بس في الطريقه بتاعت 4-3-3. في طريقه 4-2-3-1 لما بيلعب بيبقى رقم 8. في مدربين بتحب الوسط المدافع اللي هو رقم 8 هجوميه وكورته بتبقى لقدام، ودي الميزه اللي عند عمر. يعني لو تراقب عمر كويس في الماتشات هتلاقي اغلب تمريراته لقدام، وبعدين بعد ما بيعمل تمريره بيتحرك في المكان الفاضي عشان يعمل اختراق. فعنده مميزات، ودي بتبقى بيحبوا النواحي التكتيكيه دي قوي قوي، ف بيحس ان عمر بيأديها بشكل كويس. كشكرا كابتن محمود، شكرا جزيلا، نورتنا وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. دعواتك كابتن، متشكرين ان شاء الله نوصل معاك لكاس العالم باذن الله ان شاء الله. كابتن محمود شكرا جزيلا. كابتن محمود جابر المدير الفني الجديد لمنتخبنا مواليد 2003 ان شاء الله، منتخب الشباب. نتمنى ان شاء الله يعني عندهم كاس عالم ان شاء الله في 2023 في اندونيسيا. 2006 عندهم كاس عالم برضو، يعني يمكن السنه بتاع 2006 ده مكمل، لو ان شاء الله ربنا كرم مؤمن سليمان فيه ووصلوا كاس العالم، يا هيلعبوا هم يروحوا للاولمبياد. في كده سن بيبقى يعني مرزق شويه، عنده بطولات كتيره، وفي سن مثلا زي منتخب الشباب اللي هو 2003 ما عندوش غير كاس العالم، مفيش بطوله ثانيه يعني. لكن اجيال بتطلع ورا اجيال، نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الدنيا معاهم فيها ايه ونوصل لكاس العالم. عندنا اكيد مواهب كتيره وعندنا شغل كتير نشتغل عليه باذن الله. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني وبنتكلم دايما عن الكوره. وماتشات امبارح كانت ماتشات مهمه، يعني يمكن امبارح كان في 4 ماتشات. اسوان بيخسر من الاسماعيلي، ده اول امبارح 2-0. وامبارح كان الجونه فوز مهم على مصر المقاصه، المقاولين واول فوز على البنك الاهلي، والمصري البورسعيدي فوز مهم على غزل المحله. يمكن المقاولين كان اول 3 ماتشات 3 هزايم، وده يمكن كان معانا المهندس محمد عادل قال مفيش قلق، واحنا عندنا كان حالات كورونا وعندنا اصابات، وبالتالي الامور مش مستدعيه اي قلق، وان المقاولين هيرجع تاني للمستوى الطبيعي. وفعلا المقاولين امبارح بيفوز على فرقه كويسه جدا، البنك الاهلي مع كابتن كبير كابتن محمد يوسف بيفوزوا 2-0. فوز مهم يرجع الثقه قبل ماتش النجم الساحلي او النجم الساحلي في افريقيا، ويرجع تاني لموقعه الطبيعي في الدوري، انه يرجع تاني ب3 نقاط مهمين. خلينا ناخد على التليفون كابتن علاء عبد الغني مدرب العام لنادي المقاولين. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن علاء؟ كله تمام يا كابتن، الحمد لله بخير. مبروك امبارح الماتش. الله يبارك فيك يا كابتن. انت علاء متوتر على طول ليه على الخط كده؟ علاء بشوفك على طول بتتنطط وبتزعق، ما كنتش كده وانت بتلعب؟ بقالنا فتره ما بنكسبش، يمكن ده اللي كان شريطنا كلنا يعني. مش قبل كده كنا هاديين. لا يا عم، ده ماتش الزمالك اول ماتش في الدوري لسه، وانت كنت قاعد عمال رايح جاي، ده لسه اول ماتش. والله ابدا، انا بس كده مع اللعيبه حبيبي علاء. حتى في الملعب مع اللعيبه في الشغل بتاع، فعايز تعبك ده يعني اللعيب ما يغلطش، اللعيب ما فيش باص، دايما عايز يشتغل وعايز يجري المكان اللي مثلا بتمرنه فيه. فيمكن شديت على الخط عشان كده مش اكتر يعني.
طيب الماتش امبارح اكيد كان ماتش صعب جدا، برضو الهزيمه 3 ماتشات دي اكيد بالنسبه لكم مش طبيعيه من ساعه ما مسكتوا، وانتوا ما خسرتوش 3 ماتشات ورا بعض دي في الدوري، وبالتالي اكيد طبعا. برضو يعني المواضيع كانت متوتره شويه حتى لو في اول الموسم. ماتش كان مهم قوي امبارح. جدا يا كابتن حازم جدا. يمكن ده كمان اللي قاله عماد كمان للعيبه في المحاضره، ان احنا بقى 3 ماتشات ما حصلش اصلا من ساعه ما جينا لغايه دلوقتي ان احنا 3 مباريات، يعني فرق اكيد ما بتعملش كده. فكان مهم بالنسبه لنا احنا نوقف الهزيمه اكتر، يعني كان عندنا 2 اوبشنز، يا تكسب يا توقف الهزيمه وتتعادل، ما ينفعش تخسر تاني للمره الرابعه يعني. كانوا مركزين جدا امبارح، لو حضرتك اتفرجت طبعا من اول دقيقه لاخر دقيقه، يمكن انت اللي كنت انت الفعل مش رد الفعل زي قبل كده. لظروف كتير حضرتك عارفها، يعني يمكن باشمهندس عادل كلمك فيها، مش عارف برضه اتكلم عن تفاصيل اللعيبه. انا كل الفرق يعني في عندكم كورونا كتير برضه ولاعيبه كتير. احمد ربنا كابتن حازم، انت لعيب كبير وعارف يعني ان بيجي لك الدروبات دي بتجي لك في الاول وما بتجيلكش في النص ولا في الاخر، بتقدر تشتغل عليها يعني. دايما الفرق الكبيره والحاجات اللي انت اللي بتخسرها دي او بتخسر بنط فيها دي، وانت فرقه كبيره تقدر تعوضها بسرعه، والفرق الكبيره دايما اللي بتتعلم من اخطائه. يمكن الحمد لله اشتغلنا على دي، فرق معانا جدا كمان. رضا سمير في الماتش، محمد سمير، سيف الدين الجزيري ولويس ادوارد، يمكن 3 دول فرقوا معانا مع المجموعه اللي كانت موجوده يعني. عملنا مباراه كبيره، يمكن من اكثر الماتشات في احتفال الكود، كانت 3 بونت مهمين جدا جدا قبل السفر يعني الحمد لله. الماتش ده يريحك قبل ماتش النجم الساحلي؟ بشكل كبير جدا طبعا. انت بتاخد 3 بونت في الدوري ولسه في الاول كمان. احنا كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، ولادنا يرجعوا ان شاء الله بالاصابات اللي عندهم، نكمل تاني ونقدر نشتغل تاني. يعني كل خط كان ناقص فيه حوالي 3 4، يمكن اخر 3 ماتشات كان حازم، مفيش عندنا غير سباكين بس، فاروق وخالد الحسيني، هم دول اللي موجودين. الاثنين التانيين عندك اصابات، يمكن واحد من اول السنه ابراهيم عادل، سمير يا كورونا، فادي نجاح جاله عنكر رجليه. انت عندك سباكين شغال بيهم ال4 مباريات اللي فاتوا. امبارح حتى في التمرين، من كتر الماتشات ومن كتر التمارين، فاروق حس بجهاد في الخلفيه، اضطرينا بعد فتره طويله سمير ما اتمرنش معاه غير تمرينه واحده بنلعب المباراه بتاعت امبارح. ربنا كرم معاه مباراه كبيره الحمد لله يعني. وده اللي بنراهن عليه بقى ان شاء الله، يعني المجموعه اللي ترجع الكامله باذن الله نقدر نشتغل في كل الخطوط. بحيي طبعا يعني اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب امبارح طبعا، يمكن من اول دقيقه كابتن حازم عندهم الاصرار وعندهم العزيمه ان انا اخد 3 بونت عشان يقدروا يرجعونا تاني للسنه اللي احنا عملناها بشكل كويس السنه اللي فاتت. اتمنى زي ما حضرتك قلت كده طبعا، يعني ان احنا نعمل حاجه كويسه زي السنه اللي فاتت، بس ده مش هيجي غير بالمكسب. خساره وحشه جدا جدا يا كابتن حازم. صح. المكسب بتاع امبارح ده يدينا ان شاء الله ثقه كويس للمباراه تونس، عشان مباراه كبيره طبعا. انت هنا متعادل 0-0، مطالب منك هناك يا تتعادل يا تكسب. انت عندك بس كان عندنا يمكن المباراه اللي كانت هنا يمكن هم كانوا ليدر اكتر، ماسكين كوره اكتر، 70% استحواذ ليهم كابتن حازم، واحنا 30% بغض. احنا كان عندنا 11 لعيب ما بيلعبوش، فبالتالي ما كانش عايز يخش 11 لعيب يقدر يشتغل هناك على 2 اوبشن، يا تكسب يا تتعادل. وده اللي احنا رايحين نعمله باذن الله ان شاء الله هناك. لويس ادوارد لعيب كويس قوي وبيفرق معاكم جدا في الناحيه الهجوميه، ولما بيبقى موجود تلعبوا عليه. بتبني عليه شغلك كله. انت ما شاء الله عليه، من اللعيبه اللي عندهم حاجه كويسه جدا بتشتغل عليها كسرعات في ظهر الفرق الثانيه. يعني هو ما شاء الله حتى كمان هو اكتسب الحته المهاريه كمان من كتر اللعب، يروح على الخط ويجري ويعمل اوفر، وخلاص دلوقتي بدا يخش في 18 ويراوغ ويشتغل على الجول. يعني بيفرق معانا جدا طبعا وجوده. يعني اللعبه اللي موجوده كويسه بس مش نفس سرعته. انت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كنت بتلعب كونتر اتاك من نص الملعب، بتلعب على هجمات مرتده، هو كان بينفذها لك بشكل كبير. حتى لما كان موجود مع محمد طلعت، ولما كان موجود كمان ظهر السنه اللي فاتت بقى يمشي السنه دي الحمد لله. يمكن المباراه بتاعت امبارح برضه افرزت لنا محمد حمدي من اللعيبه كويسه جدا. ماتش النجم الساحلي احمد شكري من اللعيبه برضه كويسه اللي انت بتشتغل عليها في الحته اللي قدام. اتمنى ان شاء الله زي ما بكلمك كده ان لعيبتنا ان شاء الله يرجعوا باذن الله، نقدر نشتغل. انت كفني موجود يبقى عندك الاوراق اللي تشتغل فيها كابتن حازم، سواء بتلعب على كونتر اتاك او سواء بتلعب بفرودين. كمان الفراوده يعني الاول مره عشان ما بنلعبش فيه خالص محمد عصام، نلعبوا فرود وعندك 4 لعيبه فراوده عندهم 2 عندهم اصابات كورونا، سيف الجزيري وهيثم وسالم عنده اصابه، وحتى الولد الصغير يوسف حسن اللي احنا طالعين تحت لعيب كويس جدا عنده برضه اصابه في الضم. الفرود بتلعب من غير 6 باكات قاعدين بره احتياطي. حتى الباكين اللي موجوده عندك زيزو جايبينه من انبي طبعا اصابه، باسم علي كورونا. رقم 10 اللي عندك اللعيب اللي هو بيلعبك اللي موجود عندك 2 اللي احنا جايبينهم، عندك عبد الله ياسين مش موجود كورونا برضه، نفس القصه جبنا. طرف الملعب الراجل اللي اشتغل معاك 3 مباريات قبل كده، ماتشين الجيبوتي والماتش اللي كان هنا في الدوري ماتش الزمالك كان عمل مباراه كبيره، داوده برضه مش موجود عندك اصابه كورونا. فانت عندك عناصر كتير جدا في اماكن كتير جدا هي اللي فرقت معانا الفتره اللي فاتت يا كابتن حازم. مش عايز اقول بقى لا هم احنا برضه قصرنا
فينا مش علشان بننزلها شويه بعد 9 بتوع جيبوتي. احنا كمان كجهاز فني طبعا ما خدناش الماتشات اللي فاتت. يمكن مباراه الزمالك طبعا محسوب بدايه الدوري، بعد كده كسلنا شويه في ماتش دجله، الماتش الاخير ماتش هناك طالع من مباراه كبيره جدا، مباراه النجم الساحلي هي نفس المجموعه اللي كانت موجوده. زي ما بقول لك كده طبعا 3 بونت مهمين جدا جدا يا كابتن الفتره اللي جايه بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ابو السعود برضه يعني دايما الواحد ممكن المصابين عادي، لكن لما بيبقى الحارس المرمى الاساسي مصاب دي تبقى مش طبعا. واللي بتشتغل على من السنه اللي فاتت الراجل لعب الماتشات كلها مثلا 90%. طب ابو السعود يلحق الماتش الجاي بتاع افريقيا ولا برضه لسه تعبان؟ هو كان عنده كورونا والحمد لله خف، بقاله 3 تمارين بيتمرن دلوقتي. بس يمكن المباراه اللي فاتت يا كابتن برضه لما بتدي الجون الثاني اللي هو حسن مش اشتغل كويس، ماتش النجم الساحلي كان كويس قوي. المباراه اللي فاتت طبعا كان واقف كويس، يمكن الاهداف طبعا مش منه او الهدف مش منه طبعا، واشتغل كويس، فما ينفعش تعادوا تاني بعد ما تديله السكه تعادوا تاني. يعني انت هتشتغل بيه مش وابو سعود حتى لو كويس هو هيبقى شويه بره يعني. ما كده لازم طبعا الولاد كمان يصدقوك ويصدقوا شغلك انك اشتغل وبينفذ هو اللي يبقى موجود طول الوقت. ما عندك جون كبير زي ابو سعود لوقته وحسن لوقته. حسن السنه اللي فاتت كابتن اول ما جينا يمكن هو اللي لعب، احنا كسبنا 6 مباريات ورا بعض، حسن اللي لعبهم كلهم. يعني من اول مكسب ال6 بعد ماتش النحاس اولا بعد 9 مباريات. السنه اللي قبل اللي فاتت كان هم الاخير برضه 7 بونت. ربنا كرمنا وقدرنا نوقف الهزائم بتاعادل مع حرس الحدود في اسكندريه. بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا ب6 مباريات منهم النادي الاهلي. صح. يمكن دول اللي حطونا على الطريق كويس، يمكن فنشنا بيهم خامس. يعني كان حسن يكون كويس، عندنا جوان كويس، عندنا احمد العربي. مهما كان لازم تعمل الحته دي برضه، حتى لو ابو السعود برضه بعيد شويه في المباريات او عنده كورونا ربنا يشفيه ان شاء الله. وحسن اشتغل لغايه ما ابو السعود ان شاء الله يرفع رجليه. يعني بيكون عندك حته تنافسيه بين الولاد بتفرق جدا طبعا. وفي علاء باذن الله في ماتش الكونفدراليه، وربنا يوفقك، وتحياتي لعماد باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد الغني المدرب العام لنادي المقاولين، وفوز مهم امبارح يعني بيحطوا تاني على التراك الصحيح. المقاولين من الفرق اللي عملت موسم قوي جدا السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت زي ما قال علاء كده كانوا المركز الاخير ووصلوا المركز الرابع. حاجه مشرفه جدا. وعلى يمكن عماد نحاس وعلاء عبد الغني مدربين كويسين جدا، وبيشتغلوا على الكره الهجوميه وبيشتغلوا على قدام وبيشتغلوا ان هم يكسبوا مش ان هم ينزلوا يدافعوا. وكسبوا الزمالك وكسبوا فرق كبيره جدا السنه اللي فاتت واللي قبليها. بشكرك كابتن علاء شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني، واخر لينك معانا لينك مهم اكيد لان هنعرف اخر اخبار نادي الزمالك مع المتحدث الاعلامي الكابتن او الاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي طبعا والصحفي الكبير. استاذ عصام مساء الخير يا فندم. صباح الخير يا امام الموهوبين. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن حازم؟ كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله 2021 كده تكون سنه خير علينا جميعا باذن الله. يا رب على الجميع والله وعلى العالم كله يا كابتن حازم ان شاء الله، وربنا ينجينا من هذا الوباء اللي بيعوم العالم ده. اخر حلقه عندنا في 21 في 2020 ان شاء الله نسمع اخبار حلوه كده عن نادي الزمالك. الدنيا في نادي الزمالك بعد الماتش اكيد الدنيا كويسه، والماتش كان حلو جدا، اللعيبه ادوا اداء رائع ماتش سموحه. ولكن طبعا جمهور الزمالك يطمح في المزيد والمزيد، خصوصا دايما الفتره دي اشاعات وكلام كتير عن لعيبه الزمالك وانتقالات وتجديدات واهتمام فرق اخرى بلعيبه نادي الزمالك. يعني قول لنا ايه الدنيا فيها ايه يا فندم؟ الاول لابد ان نهنئك يا كابتن حازم على الحلقه الجميله اللي كانت معاك بامانه يعني. ربنا يخليك. الحلقات الجميله وانت دايما اضافه لاي مكان والله. هو الناس جميله هناك وقناه الزمالك جميله يعني. لا بقيت حاسس في تناغم جميل بينك وبين عفيفي. حبيبي هو جميل. مفيش كلام يعني، وانتوا الاثنين يعني حاجه تشرف كل الزملكاويه بامانه. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. النهارده طبعا بالتاكيد واحنا بننهي العام 2020 اللي كان فيه كل يعني الحلو والمر كله باختصار شديد. اعتقد ان شاء الله نتمنى للجميع 2021 تبقى على الجميع سنه سعيده ان شاء الله، وبالتاكيد كزملكاويه نتمنى ان تبقى سنه استقرار، سنه انجازات، سنه تعويض اللي فات في 2020، وان النادي يحقق ان شاء الله طموحاته في جو من التوحد والتلاحم، لان دي مهمه جدا. نقول يا كابتن حازم الوقت بيفرض على الجميع كل من يعشق هذا الكيان ان يساعده قدر المستطاع من اجل الوصول الى مرحله الاستقرار ان شاء الله. الجمهور برضو دايما كل يوم يطلع حاجه، اللعيب جدد. اوباما امبارح كان نازل على الانستجرام صوره ما حدش فاهمها، العشرة مش عارف ايه، يقال ان هو خلاص وصل لشكل نهائي، وان النهارده هيبقى التجديد او بكره بالكتير. يعني طب عايزين نعرف الناس يعني وصلوا لفين. موضوع ساسي، الاخبار، شيكابالا سمعت ان شيكابالا هيزيد يعني هتجددوا له عقده تاني بشكل او باخر. لا ووقع النهارده على بياض
وده اشاره مهمه جدا الى هذا الانتماء، هذا النجم الكبير للكيان الكبير ده. يعني وده اللي بيأكد برضه يا كابتن حازم ان شيكابالا لم يكن يراوغ، لم يكن يضغط عندما قال انه لن يدخل في مفاوضات طويله مع الزمالك، واللي الزمالك عايزه ان شاء الله يعمله. وده اللي حصل النهارده في لقائه مع اللواء ماهر عبد العزيز وخلال توقيع العقد على بياض. وده طبعا بينم على اصاله واخلاق هذا النجم الكبير، وانه بيتحمل مسؤوليه كبيره بصفته كابتن الزمالك. المفاوضات لم تستغرق اطلاقا اي وقت، يعني توقيع دون تردد، حرص تام على الاستمرار وعلى ارساء مبدأ الاستقرار في الفريق، وان ان شاء الله يكون مع الزمالك مش اقل من سنتين ان شاء الله، لانه قيمه كبيره في فريق الزمالك سواء كان بيشارك اساسي او على مقعد البدلاء. حاجه كبيره وحاجه جميله من شيكابالا، نجم كبير ومحبوب وحاجات بتقرب اللعيب للجمهور بشكل كبير جدا، انه يعمل خطوه بالشكل ده، انه يمضي على بياض ويدي درس لكل اللعيبه، يعني ان حب النادي بيعمل الحركه دي يا كابتن، انه افعال لا اقوال يعني. لا، في زمن صعب، الكل بيتحدث عن ملايين وارقام فلكيه. يعني اعتقد الجيل بتاعكم كل ما قدموا من ابهار ومن جماليات كره القدم يعني ما كانش بيفكر في ربع هذه الارقام. يعني الدنيا اختلفت طبعا كتير، وان شيكابالا في ظل هذه الاجواء المشحونه بالملايين، اعتقد ان كانت رساله مهمه جدا للجماهير. يعني يكفي ان بيقول لها انه مقدر كل هذا الحب اللي بيكون جمهور الزمالك لكابتن الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، وهو كان عند حسن ظن الجماهير بجد عندما اقدم على هذه الخطوه، ولم يفكر لحظه واحده وقع على بياض في لفته فعلا اعتقد الكل مقدرها بشكل كبير يا كابتن حازم. طيب مصطفى محمد برضه الناس كتير مشغوله بمصطفى محمد، وكابتن اشرف قاسم طلع معايا امبارح الصبح وكلم قال ما فيش حاجه رسمي جت، كله كلام وكلاء، كلام الوكلاء، ويعني هو رايه الفني انه ما يمشيش. انت هل في حاجه جديده حصلت امبارح النهارده؟ هل نزل التمرين؟ لا، ما فيش جديد يا كابتن حازم. في الاخر هو طبعا مصطفى شايف ان من حقه يحترف، والزمالك شايف ان من في نجمه المهم جدا اللي اصبح المهاجم رقم 1 في مصر بالشكل اللائق والذي يليق باسم مصطفى واسم نادي الزمالك بالتاكيد. يعني ما فيش خلاف، الخلاف كله على القيمه اللي هي تتوازى مع القيمه الفنيه لمصطفى وقيمه نادي الزمالك ككيان كبير تاريخي. اعتقد لما تحقق هذه الشروط ان الزمالك برضه ياخد العرض اللي فعلا يعينوا كتير حتى على الملفات الكتيره اللي موجوده دي، اعتقد ان ممكن قوي يبقى في الاخر مش هيقف بوش مصطفى محمد. وزي ما قال لك كابتن اشرف قاسم محتاجه فعلا، ولكن اذا جه العرض المناسب اعتقد الامور ممكن تختلف. طب بالنسبه للالعاب الاخرى برضو، يعني خلينا نتكلم على الهاندبول، الطايره. خلينا نقول اوباما الاول يا كابتن حازم. ماشي اتفضل يا فندم يا ريت. لانه واحد من كباتن الفريق برضه لاعب مهم جدا في مباراه سموحه، يعني جميع بالاداء المميز اللي اداه، واللي اكد من خلاله ان فعلا هو نجم الرقم 10 في فريق الزمالك. باختصار يعني ما توقفش كتير على البوست اللي عمله، لان انا معلوماتي يا كابتن حازم ان كل الامور بقى ترتبت بشكل برضه اخذ متاخراته بالمناسبه، وان خلاص وفي اتفاق على كل الخطوط العريضه لتجديد التعاقد. وان شاء الله اعتقد ان يعني احنا بنتكلم يوم الخميس يا كابتن حازم، اعتقد ان ممكن اول تتم النهارده ونغلق ايضا هذا الملف ان شاء الله. اخرى برضه الجمهور بيسال ساعات، طب الناس التانية الهاندبول، الطايره، الباسكت، السباحه، يعني الالعاب التانية اكيد ليها برضه مطالب. هل الدنيا هناك لن اتجمل في الاجابه على السؤال يا كابتن حازم، لان بجد المنطقه دي برضه ملفات كتير صعبه ما نقدرش نستهين بها. يمكن الكره خدت كتير من اهتمام الاداره الحاليه على اعتبار ان هي مضغوطه فعلا بالوقت ومضغوطه بالملايين والاعتبارات دي كلها، ورأت ان يعني الالعاب الاخرى هيجوا وقتها. لكن انا بقول لك اعتبارا من هذا الاسبوع الاداره الحاليه بتعقد اجتماعات متواصله مع كل قطاعات النادي، فيها طبعا قطاعات الالعاب الاخرى، وخاصه الزمالك. يعني معروف ان ملك الصالات يعني اللعبات الجماعيه الاخرى عنده قد ايه لها قيمه كبيره يعني طبعا. وبدات تتفتح كل الملفات مع اداره فعلا انهاء برضو كتير من الملفات وتجديد كتير من العقود، وان المساله برضو خلال فتره زمنيه قصيره ان شاء الله هذا الملف ايضا سيتم اغلاقه بشكل جيد، برضو حق الاستقرار في هذه اللعبات اللي فعلا بتمثل قيمه كبيره. بشكرك يا استاذ عصام، شكرا جزيلا، نورتنا، ودايما بنثقل على حضرتك، لكن دايما نحب نسمع قيمه كبيره زي الاستاذ عصام سالم هو بيتكلم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن حازم.
شكرا حبيبي. بشكرك استاذ عصام، شكرا جزيلا. شكرا. يعني ده كده اخبار حلقتنا خلصت النهارده، اخر حلقه في 2020. بشكركم اعزائي المستمعين، نرجو ان احنا نكون يعني السنه اللي فاتت او السنه اللي احنا فيها دي نكون عملنا حاجه كويسه، نكون خفاف عليكم. ان شاء الله السنه الجايه نكون احسن واحسن، ونتمنى اللي ما عملناش السنه اللي فاتت نفضل موجودين بشكل محترم في قناه محترمه اون سبورت اف ام مع كل زمايلنا اللي في الاعداد وفي الصوت وفي كل حاجه، يعني الهندسه الصوتيه والناس الجميله كلهم، واحد بيتشرف. بشكركم شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب خير علينا جميعا كده وعلى مصر باذن الله في 21. السنه الجايه باذن الله تكون سنه خير، وان شاء الله الوباء يكون ينحسر يلاقوا له بقى علاج، وان شاء الله بالله. وكل واحد نفسه في حاجه يعملها في 21، اللي ما عملهاش في 20 يعمله في 21 باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، هابي نيو يير، واجازه سعيده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.